بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم حبيت نشارك معكم الحلويات اللي حضرتها في عيد الفطر 2024. بقاو معايا للأخير، متنساوش جمل الفيديو. لأول مرة تشوف قناتي نقولها متنسيش الاشتراك في القناة. أول حاجة نديرها نقشر اللوز، نسخن الماء ونحط فيه هذا اللوز ونخليه لمدة 3 دقائق، ومن بعد نقشره يتقشر معايا بكل سهولة. نخليه ينشف في الشمس بهذه الطريقة اللي راهي موضحة أمامكم. هنا أول حلوى درتها هي الصابلي. كامل نحبو الصابلي في المناسبات في الأعياد. صابلي بعجينة هايلة هشة وتذوب ذوبان. راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا شكلت هذا الحبة اللي تجي من تحت، بعدها شكلت هذه الحبة اللي نحطوها من الفوق. والسر باش يجي الصابلي تاعكم محافظ على الشكل تاعو، ما يجيكمش منفوخ. خليوه في البلاطو حوالي 5 دقائق قبل ما تدخلوه للفرن. هنا بعد ما طاب خليته برد، لصقت 2 حبات مع بعض بمعجون الفراولة، زينت بالبيستاش. التزيين يبقى اختياري، تحبوا تزينوه بالسكر غلاس ولا بخطوط تاع شوكولا. بالنسبة للحلوى الثانية اللي درتها هي هذا الصابلي، نفس المقادير اللي حطيتها في الصابلي الاول حطيتها في هذا النوع. هنا برك زدت كاس تاع كاوكاو مرحي ناعم، وزدت مغرفة تاع كاكاو. راح نشوفوا التزيين تاعو فيما بعد. الحلوى الثالثة اللي درتها هي هذا اللي تارتولات تاع نيسلي ولا الشوكولا. هذا الليمول تاع لي تارتولات جبته معايا من الجزائر. وهذا الأداة هذه الغوز كانت شراتها لي أختي، نقولها يعطيك الصحة، ربي يجازيك كل خير. بخاتيك بزاف هذا الأداة تلقوها في المحل تاع لوازم الحلويات. بعد ما شكلت هذا لي تارتولات ثقبتهم مليح، حطيتهم في الفرن، خليتهم طابوا جيدا حتى اكتسبوا اللون الذهبي. بالنسبة للمقادير تاع العجينة تاع جميع الحلويات اللي درتها راح نخليها لكم في صندوق الوصف. سمحوا لي على الصوت، راني شوية مريضة، ربي يشفينا ويشفي المؤمنين كامل يا رب. نروح نشوفوا التزيين تاع الصابلي بذوق الشوكولا. انا جبت هذا المول تاع شكل ورقه، كان خرج العام اللي فات وكنت حابه ندير به، ما لقيتوش هنايا. كي رحت للجزائر جبته معايا. زينت هذا الورقه على الحواف بالدوغي كما راكم تلاحظوا. والكاطو درت له الكلاصاج بالشوكولاته تاع الوجدان، شوكولاته هايله الكلاصاج ننصحكم بها. زينت هذا الكاطو بالورقه تاع الشوكولا وبهذا الشكل الذهبي. تزيين بسيط وسهل كما راكم تلاحظوا. لي تارتولات حطيت لهم توفيا كراميل كطبقة أولى. هذا الكراميل منتوج جزائري، تعودت نستعمل هذا المنتجات الجزائرية، سي بوغ سا كي نروح للجزائر نجيبهم معايا. بالنسبة للطبقة الثانية اللي درتها في هذا لي تارتولات هي الشوكولاتة للطلي، ذوبتها في حمام مائي وحطيتها كطبقة ثانية في هذا لي تارتولات. في الأخير زينتها بالجوز، والتزيين اختياري، تقدروا تحطوا أي نوع تاع مكسرات يكون عندكم. هذا هو الشكل النهائي تاع هذا الحلوى، جات هايلة بزاف بنينة وريحتها كانت هايلة. وهنا البقلاوة نحب نديرها بالسمن مدينة. هنا اللوز بعد ما نشف حمصته في الفرن. الفارينة بيضة كاملة رشة خميرة، لافاني ورشة ملح. هنا حطيت 4 كيلات فارينة مع كيلة تاع سمن ذايب. كما تعرفوا الحلويات التقليدية الجزائرية تجي بنينة بالسمن. هنا زدت الحبة تاع البيض. نخلطوا هذه المكونات مع بعض مليح. نبداو نضيفوا في المزهر بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية ومتماسكة. ندلكوها شوية ونشكلوها إلى كريات. هنا شكلت 13 كرية. الطبقة الأولى اللي تجي لتحت نحط فيها من 6 ل 7 طبقات، والطبقة اللي تجي من الفوق نحط فيها من 5 ل 6 طبقات. بالنسبة للحشو هنا رحيت اللوز، رايحة ندير 3 كيلات تاع لوز مرحي.
مع كيلة ماهيش مملوءة تاع سكر. السكر دايما نحب نقص في الحشو باسكو هذه البقلاوه من بعد راح نعسلوها وراح تجي حلوه بزاف. هنا حطيت اللوز في البلاطو اللي راح نطيب فيه هذه البقلاوه باش نشوف السمك اللي راني حباته. الحشو هنا حطيت فيه اللوز مع السكر ومع غرفه تاع سمن ذايبه باش هذا الحشو يبقى طري. نخلطوا هذا النواشف مليح، بعدها نزيدوا كميه قليله تاع ما زهر بالتدريج. الحشو تاع البقلاوه ما لازمش يجي مشمخ بزاف، البقلاوه تاعكم راح تفزد وراح تتحل في البلاطو. الحشو تاع البقلاوه لازم يكون شويه ناشف يتلم هكذا في اليد ويتكسر. طريقه تحضير هذه البقلاوه سهله بدون آلة توريق، راح تحضروها في رمشه عين بالنشا فقط. هنا حليت هذه الكريات بالاستعانه بالنشا، حطيتهم فوق بعضهم كما راكم تلاحظوا، وحطيت كميه من نشا ما بيناتهم باش ما يلزقوش في بعضهم وباش تتحصلوا على التوريق. ندهنوا البلاطو اللي راح نحطوا فيه هذه البقلاوه. هنا راني ندهن بالسمن. شوفوا هنا هذه الطبقات كيفاش راهم يتنحوا بكل سهوله. نحيو بالوحده ونحطوهم في البلاطو بهذه الطريقه، وندهنوا بالسمن. كل ما نحطوا طبقه ندهنوها بالسمن. نتبعوا نفس الطريقه مع كامل الطبقات اللي راح نديروهم. الطبقه الاخرى اللي راح نحطوا فوقها الحشو ما ندهنوهاش. هنا ما صورت لكمش جميع المراحل اللي قمت بها، كنت عيانه ما كنتش قادره نصور كلش. مي ان شاء الله في الفيديوهات القادمه راح نشارك معكم طريقتي في تحضير البقلاوه بجميع المراحل. هنا بعد ما كملت الطبقات اللي يجيو من التحت حطيت الحشو، وزدت حطيت الطبقات اللي يجيو من الفوق. قطعت هذا البقلاوه بهذا المول. ندهنوا هذا الوجه بالسمن، ونحطوا المكسرات اللي راح نزينوا بها هذه البقلاوه. كما تقدروا ما تحطوهاش في هذه المرحله. طيبوا البقلاوه تاعكم، بعدها تعسلوها وتحطوا المكسرات تاعكم في العسل، ومن بعد تزينوا بها هذه البقلاوه. انا فضلت نزينها في هذه المرحله على الطريقه التقليديه. حطيتها طيب مليح، بعدها عسلتها مباشره. كما تعرفوا البقلاوه نخليوها تبات في العسل باش تشرب مليح وتتماسك. هنا بعد ما قطعتها قدمتها في هذا الكيسات، شكلها يشهي ما شاء الله. ان شاء الله هذه الوصفات اللي شاركت معكم يعجبوكم. اذا عجبكم تنسوش جمل الفيديو والاشتراك في القناه. وصفات سهلين كما راه موضح امامكم. هنا الكاطو صابليته بالشوكولاته بعد ما نشف. تزيين سهل وراقي. وبلا ما ننساو الكروكي، نحب بزاف الكروكي مع الحليب، ما يخطينيش في المناسبات، دايما لازم نحضره. درت هذا الكروكي السامبل وسهل في التحضير. اذا هذا هو الشكل النهائي للحلويات اللي حضرتها في عيد الفطر 2024. درت ثاني التشارك العريان، كنت شاركته معكم في القناة. راح نخليكم الرابط تاع التشارك العريان في اول تعليق. والحلويات المتبقية راح نخليكم المقادير تاعها في صندوق الوصف. ان شاء الله هذه الحلويات ينالوا اعجابكم. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله الفيديو الجاي تلقاكم في احسن الاحوال. في امان الله.